الصف كله. وصلت لاخر الصف اهو، اخر غرزتين معايا هشتغل اخر غرزتين معايا غرزة حشو، 1 2، واطلع بغرزة سلسلة والف الشغل بتاعي واشتغل الصف كله غرزة حشو. كل الصف هنشتغله غرزة حشو. ندخل في كل غرزة ونشتغل غرزة حشو. هخلص الصف كله غرزة حشو. اخر غرزة هنطلع بغرزة سلسلة ونلف الشغل بتاعنا ونشتغل الغرزة الاولانية غرزة حشو، والغرزة التانية ندخل فيها ونشتغل غرزة حشو، ونيجي في غرزة البف اللي كانت في الصف اللي قبل منها ومش هنشتغل في غرزة الحشو اللي فوق، هندخل في غرزة البف نفسها ونشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. نطلع منهم كلهم ونيجي في الغرزة اللي بعدها ونشتغل غرزة حشو، ونشتغل غرزة باف في الغرزة اللي بعديها على طول. ندخل في غرزة الباف، مندخلش في غرزة الحشو، وندخل في غرزة الباف اللي بعديها ونشتغل 4 عمود بلفة. 4 نطلع منهم كلهم ونيجي في اللي بعدها ونشتغل حشو، وهكذا لنهاية الصف بتاعنا. ونيجي بعد ما نخلص الصف اللي فيه غرزة باف بنيجي الصف اللي بعديه ونشتغل غرزة حشو، والصف اللي بعد منه بنشتغل 2 غرزة حشو في الصف اللي قبليها، ونشتغل الصف كله غرزة حشو لحد ما نوصل للطول. انا حابة الطول بتاع اللسان هبدأه من هنا من اول الجزء ده كده مثلا لحد ما اوصل للجزء التاني من هنا، وابدأ اعمل له الوردة اللي انا هقفله بيه. وفي الجزء الخلفي من هنا هنعمل الكعبة بتاعتنا. فانا هخلص الطول بتاع غرزة الباب بتاعتي. قلت الاخر غرزتين حشو، بشتغل طبعا الغرزتين بتوعنا غرزتين الحشو بالشكل ده، وبطلع بواحد غرزة سلسلة وبلف الشغل وبشتغل الصف كله غرز حشو. هشتغل طبعا الصف كله غرزة حشو، الصف كله غرزة حشو، وهطلع بغرزة سلسلة وهلف الشغل وهشتغل الغرزتين الاولانيين غرزة حشو، 1 2. وهنا باقي الغرزة هندخل في الغرزة الحشو مش اللي هنا اللي تحتيها، ونشتغل 4 عمود بلفة. 2 3 4، وناخد الخيط نسحبه ونطلع من الغرز كلها، واللي بعدها ناخدها غرزة حشو. نلف الشغل وناخد 4 عمود بلفة مش في الغرزة دي، في اللي تحتيها من هنا، ونطلع ب4 عمود بلفة لحد ما نخلص الصف كله بتاعنا بنفس الشكل ده كده وبنفس الطريقة. هيبقى صف عندنا غرزة حشو وصف غرزة باف لحد ما نوصل للطول المناسب اللي احنا عايزينه. بصنا الصف اللي فيه غرزة الباف والصف اللي بعده بناخده غرزة حشو، بندخل في كل غرزة حشو بالشكل ده ونشتغلها غرزة حشو. بنطلع بغرزة سلسلة وبتلف الشغل وبتاخدي الغرزة الاولانية حشو والغرزة التانية حشو، نشتغل الصف كله غرزة حشو، ندخل في كل غرزة نشتغلها حشو. الصف الاولاني دايما بنشتغل غرزة حشو، والصف التاني بتاخدي غرزتين حشو وبعدين بنشتغل غرزة الباف بتاعتنا. طبعا انا واخده الصف اهو كله غرزة حشو.
اخر غرزتين معايا باخدهم غرزة حشو، بنطلع بغرزة سلسلة وبندخل في الغرزة الاولانية نشتغل غرزة حشو، والغرزة التانية بنشتغلها غرزة حشو، وبعدين ما بنخشش في الغرزة الحشو اللي فوق، بندخل في الغرزة اللي تحتيها ونشتغل الغرزة نص عمود. غرزة ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه بحلقة طويلة بالشكل ده، ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه بحلقة طويلة بالشكل ده. طبعا بتكرري الحركة دي كذا مرة لحد ما توصلي لسمك غرزة الباف اللي انت عايزاها 4 عمود، عايزاها 5 عمود، عايزاها 7 عمود، على حسب ما انت عايزة. المهم ان الغرزة في الاخر تديكي الشكل المنفوخ دون، ده بيكون شكلها بيديكي الشكل المنفوخ دون. طبعا بتشتغلي اللي بعدها غرزة حشو، بتبدأي ان انت نلف الخيط على الابره، ما بنخشش في غرزه الحشو، بنخش في الغرزه اللي تحتيها، ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه لبره شويه كده اهو، بنلف الخيط نسحبه ونطلع بيه 4 مرات او 5 مرات على حسب سمك غرزه الباف اللي انت عايزاها. 4 5. وبعدين بتاخدي الخيط تسحبيه تطلعي بيه، ونقفل كل الحلقات بغرزه واحده بالشكل ده. وبعدين بناخد الغرزه اللي بعدها غرزه حشو. بقى عندي غرزة باف جاهزة، تيجي على الغرزة اللي بعديها وتدخلي جوه الغرزة وتاخدي الخيط تسحبيه تطلعي بيه لفوق شوية بالمنظر ده. بتشتغلي 3 أو 4 مرات على حسب سمك غرزة الباف اللي انت عايزاها بالشكل ده، وتاخدي الخيط تسحبيه تطلعي بيه من الغرز كلها. والغرزة اللي بعديها غرزة بنقفل بغرزة حشو، بنلف الخيط على الإبرة، ندخل الخيط جوه الغرزة، ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه طويل شوية، ونكرر الحركة دي كذا مرة بالشكل ده. دي كده 2 3 4. طبعا انت بتشتغلي 4 أو 5 على حسب السمك وغرزة الباف اللي انت عايزاها. وبعدين ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه من الغرزة كلها ونقفل بغرزة حشو. نشتغل الصف كله بنفس الطريقة وبنلف الشغل، وبناخد الغرزة الاولانية غرزة حشو، والغرزة التانية غرزة حشو، وبناخد الصف كله غرز حشو. نبدأ نشتغل الصف التاني غرزة حشو، وصف بنشتغل غرزة الباف، وصف بنشتغل غرزة حشو. ده انا العدد الصفر المطلوب اللي انا عايزاه. هبدأ ان انا اقص الخيط بتاعي، واطلع بغرزة سلسلة، واشد الخيط بتاعي بالشكل ده. طبعا الغطاء دون تقدري ان انت تداريه بالشكل ده، بتدخلي كده ما بين الغرز بالشكل ده، وتبدأي ان انت تداري الخيط. هنبدأ نعمل وردة الباف اللي هنقفل بيها.